دلوقتي موسمه بقى وكتير في السوق، يبقى بقى ايه ما نفوتش الفرصة دي. تعالوا النهاردة بقى هنعمل اجمل وصفة بالتين. المدارس بقى خلاص على الابواب، وحاجة كده هتوفر معاكي وهتبقى معاكي خطيرة. هتعمليها باسهل طريقة ممكنة، هقولك على تريكات علشان تطلع معاكي مظبوطة. تابعي الفيديو للنهاية وما تجريش الفيديو بعدين تيجي تقولي يا كراميلا الوصفة ما ظبطتش معايا. يلا بينا بقى نبتدي الفيديو ونشوف قد ايه بقى الكمية اللي احنا عملناها النهاردة من التين. عندي بقى هنا 2 كيلو من التين برشومي بقى او اي نوع مش هتفرق، هيفرق بس معاكي في اللون وفي الطعم شوية، لكن الكمية عندي هنا هتبقى المقادير بتاعتها مظبوطة على اي نوع من انواع التين. هنا انا بقى جبت ايه، جبت 2 كيلو من التين بالشكل ده، وقطعتهم كل قطعة كده، كل تيناية يعني كل حباية على 4 زي ما انتم شفتوا. وخلينا متفقين يا جماعة ان كيلو التين ليه النص سكر، يعني نص كيلو سكر على كيلو تين. طبعا انا هنا عاملة 2 كيلو، يبقى عندي هنا كيلو من السكر، سكر التموين العادي جدا، مش شرط بقى سكر يكون نضيف او تمام. ما تصعبهاش على نفسك بقى. اول حاجه كده، اول خطوه عملتها من بالليل، جبت كيلو السكر حطيته على 2 كيلو التين وقلبتهم في بعض وحطيتهم في الحله اللي انا هسوي فيها التين ودخلتها التلاجة ليله كامله لتاني يوم. انا لسه هنا مشغلتش النار، انا بوريكم بس كده في البدايه إيه اللي حصل بقى في الليله دي لما دخلت التين بالسكر التلاجة. اللي حصل ان التين نزل المية بتاعته والسكر بدأ يعني يدوب شوية، بلورات السكر كده بدأت تروح شوية وبقى بالشكل ده عندي. طيب في هنا اضافة انا ضفتها، ممكن ما تضيفيهاش براحتك خالص، بس بصراحة انا بحسها بتنقل وصفة التين دي لحتة تانية، وهي القرنفل. حباه تمام، متوفر عندك تمام، مش متوفر خلاص ما تحطيش اي حاجة. انا هنا حطيت على ال2 كيلو حوالي 6 حبات كده او 6 مسامير من القرنفل. هبتدي بقى اشغل النار على نار عالية هنا في البداية، واي بقى ريم كده يطلع لازم اتخلص منه، وده يا جماعة بيبقى بمثابة المادة الحافظة عندي، يعني ما ينفعش ان انا اتجاهل الريم اللي بيطلع ده. كل ما اشيل الريم زي كده ابتدي ان انا اديها تقليبة علشان السكر ما يتحرقش معايا ويتكرمل من تحت، فلازم ان انا ادوبه تمام. فكل شويه كده اقلب لغايه اما احس خلاص كده ان الريم بدأ كده ينتهي او خلاص ما بقاش يطلع، وتطلع معايا كده الحبوب بتاعه التين نفسها من فوق، شايفين اللي هي ايه عامله زي النقط دي. دلوقتي بقى بدأت تدخل في مرحله التسويه عندي. احنا هنا يا جماعه بنعمل مربى التين في البيت بكميه وفيره قوي، حلوه قوي، هتوفر معاك كتير في الدراسه، حلوه قوي قوي لسندوتشات المدرسه، وهقول لك ازاي تحفظيها من السنه للسنه من غير ما تبوظ. دلوقتي احنا معانا مكون واحد بس هنضيفه كمان علشان يديني او يبقى الماده الحافظه بتاعتي. طيب في المرحله دي المربى بتاعتي بدأت خلاص تدخل في السوا خالص، يعني اهم حاجه تبقى على نار هاديه من بعد ما شلنا الريم بتاعها ونهدي النار، يعني تبقى كده ما بين الوسط وما بين الضعيفه تمام. ودلوقتي بقى انا عملتها بالهاند بلندر، بعدين قلت اكيد مش كل الناس عندها هاند بلندر، فرحت عملتها كده بالهراسه زي ما انتم شايفين. انا هنا حابه ان يبقى فيها قطع ولكن مش كبيره، فانا هرستها حاجه بسيطه قوي. بصوا بجد يا جماعه ريحتها في الوقت ده كانت مربى بقى، طعم التين بقى تحفه. دلوقتي بقى هضيف عصره ليمونه كامله، ليمونه كامله على 2 كيلو يا كراميلا. بس الليمونه هنا كانت عندي وسط، لا كانت صغيره قوي ولا كانت كبيره قوي، فانت بقى شوفي حجم الليمون اللي عندك قد ايه وعلى اساسه حطي على المربى، بس ما تكتريش ليمون علشان ما تبقاش مجزعه كده معاكي. الليمون هنا هو الماده الحافظه بتاعتي اللي هتحفظها عندي في التلاجة من يوم ل6 شهور، من يوم ل6 شهور. طيب لو عايزه احفظها بقى للسنه، عايزه اعملها بقى كده لغايه موسم التين اللي جاي كراميلا، اعمل ايه؟ انا دلوقتي هقول لك احنا وبنغلفها او احنا وبنعبيها هقول لك تعملي ايه. ركزي بس معايا علشان تعرفي المربى بتاعتك استوت ولا لا. بصي بعمل ايه، بعمل خط بصابعي، ما زنقوش تاني على بعض او ما جوش تاني على بعض الناحيتين، يبقى كده المربى حلو. نعملها كده كمان التجربه في طبق ابيض علشان تبان. انا هنا عملتها بقى ايه، بصوا بالملعقه بايديا بصبعي هتبقى واضحه اكتر. بصوا اهو
ما رجعوش تاني على بعض يا جماعه. بصوا انا دلوقتي ههز الطبق، عملوش كده. طول ما هم ما عملوش كده، بمجرد ما شلت صباعي وفضل الخط زي ما هو في النص، يبقى هنا المربى بتاعتي استوت. طب لا، حسيتهم كده رجعوا على بعض مفيش ثواني ورجعوا على بعض، يبقى لسه كمان محتاجه شويه. تمام كده. طيب بتاخد قد ايه المرحله دي على النار؟ على حسب النار بتاعتك وعلى حسب التين، اذا كان طري او كان ناشف في البدايه. فانا هنا يعني ممكن تاخد معاكي من نص ساعه لساعه الا. تمام. اهم حاجه يا جماعه لما نيجي نغلفها بقى او نعلبها، نحطها في برطمانات تكون نظيفه جدا متعقمه، منضفاها كده قبلها بليله، علشان تبقى ايه كده يعني في الهواء، وما تكونش فيها اي رطوبه، مش نقطه ميه، لا ما يكونش فيها رطوبه. تمام. تكون جافه تماما ومتاكده ان ما فيهاش ولا نقطه ميه ولا حتى رطوبه زي ما قلنا. وهبتدي هنا ان انا احط فيها المربى بتاعتي، وابتدي اقفل عادي جدا من غير اي حاجة تانية. دي بقى طريقة حفظها فين؟ في التلاجة. ويفضل يا جماعة ان البرطمانات بتاعتي تكون ازاز. طب لو مش عندي ازاز تمام، استخدمي بلاستيك، ولكن كده مدة صلاحيتها هتقل شوية. فدايما الازاز بيحافظ على الطعم نفسه والنكهة، ما بيغيرهاش بمرور الوقت. طيب اعمل ايه بقى لو انا دلوقتي عايزه ان انا اخزنها لفتره طويله او من السنه للسنه زي ما قلت يا كراميلا في بدايه الفيديو؟ دلوقتي بقى انا بعد ما هخلص عدد البرطمانات اللي عندي، اللي انا طبعا هحطها في التلاجة مش هحطها في الفريزر، هحفظ بقى. هوريكم طريقه الحفظ ازاي في الفريزر. بتتحفظ في الفريزر مربى يا كراميلا في الفريزر. اسمعي بس مني، انت اسمعي مني وخليكي ورايا وانت هتكسبي. صدقيني بجد هتعشقي الطريقه دي. ما تضيعش موسم اي نوع من الفواكه يتعمل مربى وما تعملهوش حاجه كده كنز في بيتك. بص بقى، كل اللي انا جبته هنا كيس تلاجة عادي جدا، كيس تلاجة. تمام. عملت ايه بقى هنا؟ حطيت فيه كميه المربى اللي عندي، ودلوقتي هبتدي ان انا افرغه من الهواء. ممكن تربطيه، بس انا ما بحبش منظر الاكياس المربوطه عندي، فانا بعمله بالشكل ده. بفرغ الهواء واتني النص التاني من تحت، وبعدين بحطه في علب وابتدي احطه في الفريزر عندي. بيتحفظ بطريقه شيك حلوه منظمه، بتبقي عارفه ان العلبه دي فيها اكياس المربى. تيجي بعدين لما تحتاجيه بتطلعي الكيس يفك وتحطيه في البرطمان وتدخليه التلاجة وتستخدميه. تمام. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا كتير قوي منه، وركزوا بقى في الطريقه والخطوات بالظبط كده بالتفصيل. وعلى خير بقى حبايبي، وطبعا لسه هنزل لكم وصفات كتير للمدارس.